يا الله اقضى حاجتنا يا الله. يا الله حاجتنا وحاجة كل محتاج. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا زول؟ حياك، كيف حالك يا استاذ؟ والله ناس اليمن طيبين. الله يحفظك، واحنا ما نحبكم، انت من السوداء. انا من الخرطوم بذاته. سلم على ام قويون مدري ايش اسمها. ام درمان. ام درمان. والله دمك خفيف يا زول. الله يحفظك، انت ركب معي. معك تاكسي؟ قابعك العربية واشترك لي تاكسي. ما شاء الله. الله يحفظك. ابوز لحظة دقيقة بالله. في سؤال مهم. كيف اسعارك؟ الله لا رواك عسل. ما تدق علي يعني لا حركات ولا دوران فهلوة. انا عارف بالحركات المنزغه دي بتاع اليمن. الله لا قضي حاجتك، لا تقلق. يلا اعرف امور. شيل. بسم الله الكبير الكبير. يابا ودا تحمل حجار. شيل يا اخي. يابا بسرعة. تعال كده يا عثمان. عاوني عاوني يا زول. يا اخي تعبان جاي زهقان من السفر تقول لي عاوني. الله اكبر على ابليس. هاي لحظة دقيقة بالله. لحظة لحظة يا ام عثمان، لا حول ولا قوة. جيكم فوق الطيارة ولا فوق السيارة؟ لا خلاص. حول ولا قوة إلا بالله. لحظة يا أم عثمان بالله. مشغول والله أنت شوفي. قلت لي يا زول اسمك منو؟ حمدي. عاشت الأسامي يا حمدي. الله بارك الله فيك. والله اليمن دي والبلد دي يحبها الزول غصب عنه، بلاد جميلة وعظيمة. قل كلي قادر كل يمن قاجيك من أول اليمن. حول ولا قوة إلا بالله. وده سؤال تسأله يا حمدي. أنا ليا في اليمن 7 سنين ونيف. ونيف جامعة. 7 سنين ونيف، ما تعرف اللغة العربية يا زول؟ أيوة بارك الله فيك. من أول من ولد ابني عثمان، وسافرت من اليمن قبل سنة، من أول من ولد ابني سر الجمال. سر الجمال يا زول لو سمحت شوف قدامك، أنا جيت أنا والأسرة نعيش سوا مش نموت سوا. فهمت ولا ما فهمت؟ وهذا من هو؟ دي جنبه هذا. ده مرغني ابن أخويا. والله نفسي يشوف اليمن، شرحت له على اليمن كثير، فقال يا عمو لو سمحت خذني معاك لليمن. الله. فجبته معايا. ما عرفكنيش على اسمك، ما اسمك؟ محسوبك طبعا الأستاذ مرغني هيثم مشكل. مشكل. انا اكو بزك المطعم وانت بزلك مشكل ولا بزلك رشوش ولا رز مشتو. مالك دا تتقعم؟ شك ترقد ما اشغل لك المسجل بس هي خربة. أحسن يا زول نام شوية. لمو ما ترقد فوق الطيارة برود وما بوش مطبات ولا ابو حفار ولا ابو شيء، سكتة. والله نمت يا زول، بس ما وصلنا إلى العميق إلا والطيار يقول أهلا وسهلا بكم والحمد لله على السلامة، وصلنا إلى مطار صنعاء الدولي. الله يحفظك. بقول خليش أنا يصير هذا، أنا يصير، أنا يصير وأنا دأت ومشكال رز رشوش باشر عمك باشر ومشكال. يا مغيث أغسنا. شنو يا زول؟ بقول خليش أنا اتسر، أنا ما عندي سكن، كنت ساكن عند واحد رازم يا زول، رازم يكتم على نفسك كتم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال على أهل اليمن الينوا أفئدة وأرقوا قلوبا إلا ذاك الرجل، والله رازم العم ناصر ده. اصبر، أنا أكو بزك بقعة حالي قوي قوي قوي، خبرتي كلهم فيها، يجلسوا بالعمارة هذا، عمارة جديد مقرطاس. ما خلصت الكلام يا زول، جاي لك في الطريق. تفضل. والله العم ناصر ده حصلت بيني وبينه مشكلة. أيوة. لميت الأغراض والأدوات بتاعي وطرحتها في مخزن، وللآن ما عندي سكن. يسمع اسمع بعدي بس كبزك عمارة جديد حالي تدعلي. تمام؟ بارك الله فيك. الله يحفظك، بس عبه في نفسي حاجة. يا مغيث أغس تفضل. لا تنسانا من السعايا. الله يحفظك. وصلنا إلى هناك ولكل حدث حديث. حديث. تمام. يا مغيث أغسنا. أرقد أنا عفد النخرة هذا. واحد جاي جديد استقربوا اشوف. هذا سرق حمدي. هذا حمدي التام مستعجل جديد اشوفه. عم مرغني ومشكال رشوم. قم وصلنا العمارة. وصلنا يابا وصلنا. قم أنا عفد النخرة هذا.
قم وصلنا دقيقة بالله يا ام عثمان. أين أم عثمان؟ قم أبصر العمارة قام وصلنا. وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبصر. لحظة يا سر الجمال، لحظة لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. أبصر ما أبو بالعمارة. والله يا زول عمارة جميلة. الله عمارة جميلة. الله يحفظك. والله. أشبه. شنو ده؟ العم ناصر. يا مقيس اسمع. أشبه. ده العم الرازم. العم ناصر. العم أو كمبو ده. العم ناصر. ده الرجل الطيب. طيب أيوه. والعمارة الممتازة. أشبه. امشي قبل ما أديك بديه. أطلع دماغك أخليك تشوفه. امشي وديني أقرب فندق يلا. يا صفوان، هذا رسول مرغني ولا لا؟ أيوه. الله يصيبك يا حمدي، ما بتجيب لنا الا كل عنقات حامض. الله لا، اتيتني هذا الولقه رد من حيث ما اتيته، ما بش عندي بيوت للايجار. يلا مع السلامه، سوقه يلا. يا عم ناصر اهدى صلي على رسول الله. هو العم مرغني وانت تعرف من زمان. يا سلطان انت ما تعرف ايش هذا ان كان ولقه، خليها على الله بس. يدي الحاسس. ناهي على الاقل خليه يستاجر الشقه الفاضيه حقك. هربني انا شقناه يا عم ناصر. خلي الاستاذ مرغني على ضمانتي، يستاجر عندك واذا حصل شيء تحملنا. لاحظها. جا نسلم عليك. نسلم على هي. اهلا بالاستاذ مرغني. اهلا يا حضرة المفتش. يا مرحبتين يا مرحبتين يا مرحبتين يا مرحبتين. أهلا وسهلا مرحبا. وحيدة وفريدة يا مرحبتين. اهلا. شلوا دمك لحظة. خلاص ما عاد تقلقش، انا قد ضمنتك عند الحج ناصر واسكن عندنا بحكم ان احنا انت عارفنا وانت. والله يا حضرة المفتش، والله يمينا بالله لولا انكم طيبين من السنة الأولى من العام الماضي ما كنت سكنت عند هذا الرجل الرازم. لا ما تقلقش. لكن يا حضرة المفتش اشوف عمارة جديدة. هذا قدوم مجمع، قد نقلناه من العمارة الأولى كلنا نقلناه، وبعدين خدمات على مستوى كل شيء بحسابه. لان عمي ناصر حتى الاولى وبنى بدلها ابراج ناصر. خلاص ليكوا يا عيالي ليكوا. رحبوا بغنوا ولا نجي. عيوننا لك يا سيدي. والله مشتاق لكم كثير. الله يحفظها يا سيدي. من الخرطوم اصوات رنانة. ما شاء الله. وينك يا حلاك وحشاني عيونك يا ملاك. وينك يا حلاك وحشاني عيونك يا ملاك. مشتاق لصوتك انا فريد وحشاني عيونك انا وحيد. مشتاق لصوتك انا فريد وحشاني عيونك يا وحيد. وينك يا حلاك وحشاني عيونك يا ملاك. وينك يا حلاك وحشاني عيونك يا ملاك. ازيكم كيف انكم ازيكم كيف انكم. انا لي زمان درررم زمان انا لي زمان ما شفتكم. اسمع يا زول، انت ست العام ومعك اثنين جهاد حنقدم ثلاثة، كيف لو ما؟ اسمع يا عم وكمو، ده ابني عثمان وده ابني الثاني سر الجمال وده ابن اخويا مرغني. مرغني كمان؟ ما يكفينا انت مرغني زي تديلي مرغني. اسمع يا زيد، اطلع لعند امك كلها تدي عقد ايجار يوقع على كل الشروط وعلى كل اللوائح وبعدها يدخل. اوف. يا ابو قيس اسمع. لا ده نزل ولا ده. نزل يلا دو الشنطه الكبيره. يلا ابو عثمان. يا سر الجمال يا عثمان يا مرغني. طلع الشنطه الكبيره علينا. اهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبا. الله يحييك يا حضرة المفتش. لا على مهلك. بسم الله. نورت العمارة يا زول. الله ينور عليك. والله انك غيبتها. حي البيت واهله. حافظ جالس. على مهلك. انت اللي يطلع جهز الشقه حق الاستاذ، يلا بسرعه. اخدمك بعيوننا يا استاذ. وانت طلع العائله قدام تابع من البيت. اين حايله هو ضمي حانقه. اصلا فضحت بنا اي حاجه، تصرف طلعهم بسر اي مكان. اطلعهم عند الجيران. يلا عند الجيران. يلا تمام. بارك الله فيك يا وحيد وفريد. الله يحفظك يا استاذ. الله يبارك فيكم. يلا تفضل يا ام عثمان. بسم الله. عثمان يلا تفضلوا اهلا وسهلا. امشي يا عثمان. شرفت العمارة واهلا وسهلا والحمد لله على بارك الله السلامة. فيك. الحمد لله على حياك السلامة. الله، اهلا وسهلا. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. الحمد لله على كل حال. والله يا حضرة المفتش باين على العمارة شكلها متغير. اين متغير؟ العمارة الجديدة اصلا مش الاولى هذيك. جديدة العمارة. عمارة جديدة وكبيرة وبعدين فيها خدمات من اروع ما يكون، بس كله بحسابه كله بفلوس. وانا اقول ليه الايجار مرتفع؟
اقول لك يا حضره المفتش، الشقه بتاعتي فين؟ في الدور الخامس، اجمل مكان. هي تفضل يا مغيث اغيث. تفضل ارتاح. تفضل. دي ما شقه يا حضره المفتش، دي مشقه. تفضل معلش، تفضل. هذا هو هذا. ماذا تريد يا وجه الشق؟ قل كنت تدل السعاية يا ولد. يا اخي انزل عند العم ناصر، العم رازم ده يعطيك السعايه. اخذ مني ايجار شهرين مقدم وانا لسه ما فت الباب كده. مقدم؟ اي مثله. قل خليت تدلي السعاية فوق السيارة. يا زول امشي، يمين بالله اديك بنيه اوصلك حرب. لا صلوا على رسول الله. اسمع، قال الدلي بنيه يوصلني حرام، زد واحد انس نعتمد. حمدي صلك بالله لا تطير الرجال، ما صدقنا انه يسكن عندنا. تفضل احنا نخليه يطلع يسكن. تفضل. لا قضي حاجتها. يا عمي ناصر، يا عم ناصر، هي الشنطة اقتربت يا عم ناصر. تفضل ارتاح. تفضل ارتاح؟ وانت سامع الديناصور تحت؟ ما سامعه؟ ما سامع هذا الديناصور؟ صبر. انت عندك وصال تعب، لا تتعب نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقعدك تحت. والله يا استاذ صفوان باغي اغراض شويه بتاع ام عثمان. بارك الله فيك يا سلطان. بسم الله الرحمن. بسم الله، جيب الشنطه دي. يلا تفضل. حياك الله. تفضل. مالك؟ والله يا حضرة المفتش لدي سؤال يحيرني. تفضل اسأل. انت ما شايف الاخ سلطان وداو صفوان ساكنين في العمارة، ومن شروط العم الرازم ده ما يكون ساكنين في العمارة عزاب؟ اصلا مش عارف انت انه صفوان وسلطان الله سبحانه وتعالى فتح عليهم ما شاء الله، اصبح معاهم معرض كبير بيتجروا فيه، بيعوا تلفزيونات ومسجلات، ومعاهم ما شاء الله دشات كثيره، بيشتغلوا شركاء الاثنين ما شاء الله. وسلطان زوج صفوان اخته، وهو الان ساكن مع الشقه وهو زوجته. تفضل انت ارتاح وبعدين انت جابر. يلا بارك الله فيك. حياك الله. لا سلام. اتمنى اني ما اكون ثقلت عليك. لا ما ثقلت، بس الوقفه مثقله. تفضل انت. والله انا محرج جدا منك يا اخي الله المستعان. هانا تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. اتمنى من الله اني ما اكون ثقلت عليك ابدا. لا والله ما ثقلت، بس تفضل يعني عشان الارتاح. والله يا حضرة المفتش اني محرج جدا منك. يا الله تفضل يا اخي، تعبتنا الله يفتح عليك. بارك الله فيك. تفضل. يلا تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. بسم الله. الله قادرة ترعلو كده يا الله قادرة ترعلو عامل لنفسه عنتر شايل لجنبه دفتر وعادت حليمة لعادتها القديمة. عادت لنفس ما حد غصبها ترجع. والله يا عم أوكامبو يمينا بالله لو تنطبق السماء على الأرض كده ما ممكن أسكن عندك دقيقة واحدة. شنو دقيقة؟ 30 ثانية واحدة ما ممكن، لولا الناس الطيبين والجيران الطيبين اللي ساكنين عندك في العمارة دي. فهمت ولا ما فهمت يا عم أوكامبو؟ ها لحظة. شنو؟ قل لي ما معنى كلمة كولومبو؟ هذا كولومبو ما تظهر لي ما معناها. أوكامبو يا عم رازم واحد متسلط في مجلس الأمن يصدر قوانين وإدانات ضد ناس الأبرياء من أجل أن يركعوا أمام الهيمنة الغربية الإسرائيلية، وهذا ما ممكن أبدا لأن الباطل دائما منهزم والحق دائما منتصر. وأنا كلما أشوفك وأشوف تصرفاتك تذكرني بهذا الرجل. يا أخي أنصحك شوف لك تلفزيون تثقف بدل الجهل المزمن اللي قاعد فوق الكرسي بتاعتك دي. يا مغيث أغثنا. فهمت ولا ما فهمت؟ لا ما فهمت. افتح يا سجان باب السجن. افتح له. حول ولا قوة إلا بالله. افتح السجن. من الله ونعم الوكيل. ومنو قال لك ما بش معي تلفزيون؟ معي تلفزيون وارث من ابي من عند ما اخترع التلفزيون. تخلف وقلجن يا اخي. صلي على رسول الله. يا مالك يا اشفي، مالك يا استاذ مالك. هذا كان معقول اكيد عم ناصر هذا احرق لها الفيوزات. لا حول ولا قوة الا بالله. عاد افتحوا وخاف والله. افتح انا يا عم ناصر. افتح له الفندم، افتح له.
افتح يا عم ناصر افتح. ما بش معنا في قسم شرطة هكذا بوابة. وبعدها أسألك بالله ما فعلت بالأستاذ قدو زعلان قد شغل الدنيا جغرف في الباب. قد شغلني أنا والكل مثل السفنجل ما يرضى ينزل من الحلق. ابلد لك منه. قل لي أش أسألك سؤال هذا. قبل ما تسأل سؤال خليني أقول لك أمانة. الأستاذ مرغني برغم أنه كثير هدار عسل بصل قل ثوم ولا ثوم. قل لي قد كان معنا صفوة يدي الغداء من السوق والعشاء من السوق والصبح من السوق. دحين هذا عادي جريت فيك أنت ما هي القضية؟ أنت يا عم ناصر تعرف كل شيء. أنا شو أقول لك عشان ترتاح. أصلا مرت صفوان دلعية ودائما تأمر صفوان تديري عشاء من السوق، تديري غداء من السوق، تديري كل حاجة من السوق وما يستشرط عليها. يقول لها حاضر مرحبا وتدي كل حاجة. ما بش معها عمل غير المكياج التلفزيون كودها غير قدام التلفزيون ليل ونهار. ولا ما يا عم ناصر أنا معذور. أصلا مرتي حانقة ما ينفعني بالله عليك. ها يعني ذاك اليوم يوم خرجت أنت وياها عصر كانت حانقة ها؟ أيوة صحيح. وللمحنقات صغرتني جت الصدق. ما عنده حجة الأستاذ من غير لو ما قلنا لك رازم ما يسبلها تعرف كل حاجة. هذه يا عم ناصر خصوصيات وعيب أنا أقول لك لو تجلس عمرك ما أقول لك ما حصل. عيب. أنا لازم أعرف عن كل شيء بيحصل في العمارة وأنا رويت. ما لكم برطمين او انتو زعلان على امكم؟ ما انا ايش اللي حصل بينك انت وامي يا به حانقه تبصير البيت كيف يفوض المي من غيرها. يا الله احنا والمول هذا شا اقول لكم ايش اللي حصل بعد العشاء. اقربوا ذحين عشاء وبعدين نتحاكى. ان باقي القنوات يا به كانوا 300 قناه مع باقي ال 40 بزيتن. هذا اكيد امي بزت باقي القنوات تتفرج طريق امانه والله. بالعكس القنوات هن اللي شلين امكم معاهن. هن ولا غيرهم. هن يسلبين العقول واذا قدت برمجي هن يسلبين الاصول. بس كل شوي ومشعته لي الزامل هذا. امكم لو ما بتفرج القنوات بصرت واحده فنانه او مدري ممثله وعجبت بها وقامت تقص شعر راسها ساعها وانا طلعت عندي مني كانت الطارفه لولا غيرها مسكت اعصابي. قلت لها يلا قومي بيت ابوش سيري جلسي بيت ابوش وما ترجعي البيت هذا الا لو ما يرجع شعر راسك مثل ما كان زمان. اذا هذا هو الخبر يابه. بصراحه يابه امي مشي غلطانه وحدها انت الغلطان والكل. يا سلام والله. هيا بالله عليكم لو ما تبدي لي يمكم وقدي ساعة الرجال وعادي قالت لي ما رايك يا روحي بس المفروض تقصقص القنوات قبل ما تقص شعرها. هيا قوموا تعشوا قوموا قبل ما تقصقص رؤوسكم الاثنين من لقانا. قوموا لكم القيامه. هيا يا اخي نقوم نتعشى. نتعشى ولنا خبر. قوموا. وحق الماء والكهرباء. الماء والكهرباء للكبار من 5000. والماء والكهرباء للصغر من 3000. صباح الخير والعافيه. ما هو هذا الكلام يا عم ناصر؟ المفروض تعلم ابنك كيف يقرا الف باء، كيف يتعلم حاجه تخدمه، مش تعلمه الايجار والكهرباء والماء. اسمع يا فندم، انا ايش اسالك سؤال؟ ليه ما رجعش مرتك من بيت اهلها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. احنا والسؤال. اسمع يا عم ناصر، هذه للمره العاشره وانت سالني من مرتي، رجاء يا عم ناصر عيب الكلام هذا. وما فيها؟ كيف ما فيها؟ اسالني قل لي كم عدد جهالك، اسالني استلمت المرتب ولا ماشي، اسالني قل لي انسرت انجيت، لكن رجاء انت اسالني من المرأة انت رديتها ولا لا لك دخل فيها ولا لك دخل. فهم؟ الا لي دخل ونص، لانك مخالف شروط العماله وساكن انت وعيالك عزابين. اسمع،
إذا ما عتدتش منتك الليلة ولا أحد قريباتك عتنسي أنت وعيالك في روكندا. أنت إنه زد حذف هذيك القناة؟ لا والله إنه حذفها. ما هذيك القناة هي إسرائيلية 100%. يا الله هيا نزل. هدوء 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 هدوء. ليش؟ والله يا وحيدة وفريدة والدكم حضرة المفتش إنه الآن يسأل فادعوا له بالثبات. ليش بما ما يسأل في القبر، يسأل على وجه الدنيا من العم ناصر ده، من العم بأوكامبو. هيفتح افتح لي باب السجن حقك هذا سريع عمل افتح. تأخرت. وانت اخطاء من نازل. اخطاء من نازل لك ولا انا عادك صغير. افتح لي هذا. افتح فتحوا لكم قبر انتوا وياه. اكبر عليك انتوا وابوك. الله أكبر علي. من هؤلاء المستعجلين اللبطين هؤلاء. العم ناصر. هاي جوم سنة بسرنا المية. يا مغيث أغثنا. غريب اصحاب الباصات ما جولة الحين فينهم؟ والله مش عارف المشكلة شنو يا زول. ايش عندك من اخبار على الساحة الجديدة؟ والله يا حضرة المفتش أنا زيك. بس العم الناصر ده العم أوكامبو الرازم ربنا يجيب أجره إن شاء الله. بس الأمس لجنة نسائية تفحص المنزل حتى تفحص الحمل، تصدق بالله؟ كمان يا صحف ايوه لو سمحت ايوه ايش من الأخبار عندك؟ في صحف مجلات صور. الصحف معنا خبر فاضي كلام فارغ. ياي واحدة حبة على الأستاذ خليه هو اللي يشوف يختار اللي يعجبه. هذه خبر فاضي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ايش في؟ مسلسلات تركية من صباح الصبح يا زول. في عندك خبر ثاني يا زول؟ ايوه كلام فارغ. صحيفة اللي عندك مهند ونور يحصلون على أغلبية كاسحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حضرة المفتش حصلت انتخابات في الفترة الماضية؟ ايش من انتخابات؟ مهند ونور موجود في الصحف هو نفسه اللي في المسلسلات هذا كون. عندك خبر ثاني يا زول؟ يا أستاذ طيب على طولها. يا مغيث أغثنا. صحيفة سكيلك لو سمحت يا حضرة المفتش. شوف ايش قال؟ ان المشكلة التي حصلت امس لم تكن نهاية المطاف بين مهند ونور، ولكنها بداية حقيقة الحب الحقيقي والعلاقة الراسخة رسوخ الجبال. شفت؟ نفس حسبنا الخبر. الله ونعم الوكيل. ما فيش أي خبر. دي ما علاقة راسخة، دي علاقة وسخة. الله يصلحك. عندك كلام غير ده يا زول؟ معي مجلة الصبح ابتعت مني ميت الحب الصباح صدق. نور تحنق من مهند ومهند رفض المصالحة. امشي امشي يا أستاذ أنا طالب. امشي لو سمحت. تخبط لنا يا أستاذ. اخي احنا بعد حالك الله يفتح عليك. حول ولا قوة لازم إلا نشتري بالله. بالغصب جرايد الله اكبر. والله يا حضرة المفتش أنا مستغرب على أمة تتناسى مآسيها وتتسلى على فتافة أفكار مسمومة. تصدق يا حضرة المفتش أمس في الفصل أقول للطالب أكمل المثل القائل العلم نور، يقول لي إيش؟ ايش؟ العلم نور والجهل مهند. لا حول ولا قوة. والله اليهود شغالين كويس يا لا زول. حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا فنجل بالله. بس هذا. أقول لك أنا عندي مقترح. ايش؟ نتمشى. تمشى انت لحالك انا مراعي معي عمل تاخرت. يا زول انا اركب لي يا تاكس. زول تعلمت في السلك العسكري الرياضة مهمة. ورايا بس شرط ما تهدرش. اسمعني ولو اسكت مرة. عشان نوصل بسرعة. تفضل. هدر من الصبح تعال. الله تفضل انت يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شكل الجولة دي ما بتفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت أخبار خبر توفى خبر فاضي. يا زول لا حول ولا قوة إلا بالله. مش تخبط. برضو مرة ثانية عندك يا أخي معلومة نستفيد منها. شكل الجولة ما بتفتح. اليوم بو خبر سيطر على الصحف العربية كلها. شنو؟ حبيبي والله علشانك. ولاية مهند ونور يتنافس المعجبون شرائها. امشي امشي قبل ما افقد اعصابي. امشي. مالك يا أستاذ؟ لا حبيبك طور البس له احمر. حبيبي امشي حبيبي امشي. حبيبي.
يا مقيس اغثنا. احسن وافضل عطور عندي العطور عندي احسن العطور الزكيه، الروائح الزكيه عندنا يا عطور لو سمحت. ايوه نعم، مرحبا اخي. يا صاحب العطور الجميله. نعم. والروائح الجميله. عندي افضل العطور انا هنا. عندك شنو من عطر؟ انا عندي احسن عطور. تخيل كم ابيع باليوم منهم؟ كم؟ 200 حبه في اليوم. 200 حبه؟ اي نعم والله. ما شاء الله، زادك الله من فضلك. امين واياكم ان شاء الله. شنو ذا العطر؟ هذا مهند نور. شنو؟ عطر مهند نور، هذا قلت طبعا. مهند ونور. امشي يقول لك مهند ونور. والله ما شفتها ولا عرفتها مرض انتشر بهذا الشكل مثل مهند ونور. بلا في شكلك. هدوء يا شباب، ايش في يا زول؟ لو سمحت يا حضرة المرور. اي خدمه. شايف الجولة شكلها ما بتفتح. شنو الزحمة دي؟ الزحمه هذه والله في معنا وفد تركي يمكن يوصل الان. وفد تركي؟ اكيد مهند ونور زارونا. الله اعلم، هذه المعلومات اللي وصلتنا. اي خدمه يا زول. شكرا يا مغيث اغثنا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. شنو حصل لا قدر الله يا زول؟ جاو منو يا زول؟ مهند نور جاوا بيزوروا اليمن. مهند ونور. لا حول ولا قوة الا بالله. والله القصة ما قصة رغيف، القصة في أمة راكعة من زمان ما قادر تقيف. يا مغيث اغثنا. يا عم ناصر اتق الله، خاف من ارحم الراحمين، افتح لنا. مش احنا باب سفارة الحج ناصر، وبعد امه حانقه وحترجع ان شاء الله في اقرب وقت. كما رجعت امك انا افتح لكم، اما دحين ماشي. يا من عارف، افتح قلت لنا ها من الصباح. افتح نطلع عندك الحلقة حتبدا. انا مشيت تشوفوا حلقة خاصة وانتم حزابيين. ايوه كذا جا الوالد الحمد لله من البلد بسلامة الله وحفظه ودعمتي معه. كما وصل تجي المرة حكي تتأكد هو مري ولا رجال، لا عاد يقع بي بثناء بي من سلطان وخبرته، كان يمكنني هذا وفاء وهذا خالته، وفي الأخير اكتشف انه خبرته. هي تفضلي هي ادخلي. ما هذا؟ ما تدخلوا. كذاب تبصرها. ما هذا حتى ناصر. لا بعدهم يتأكدوا ويضابقوا، بعدهم يزيد يفحصوها، لا فيها انفلونزا الخنازير والطيور. الله المستعان يا حتى ناصر. لا تصدق يا فندم، لا تصدق، انا واثق منك. ادخلوا كيف ندخلوا ذا هم قال لك؟ افتح لهم يا ولد، افتح لهم. وبعد هذه الشروط تنطبق على ناس اخرين غيركم. تفضلوا طلعوا عمتكم. افتح واربح. تفضل يا عمي. هي عجبك هي عجبك. ايوه هكذا اعطيناها هكذا اشتي. لا عاد اسمعك تتحاكى من المرح، حانق ولا مش حانق؟ خلاص وهذا تحاكى. تفضل. صدر الفرق. سيدي تأكد هي مري ولا رجال لبسوا بالطو، عنك النسوان ما يتغطنش منك. يلا تفكر في حدك. هو انك اكبر مغالط. العام الماضي بتقول لي معك والد وفي الاخير اكتشفوا انهم اثنين. انا غلطان مش انتي، انا اللي وفاك وغدرتي، انا اللي غلطان مش انتي. وكالة غير بواب هكذا تدخل ما بتشوفش خشبك قدامك. ما قد معانا اليوم. صار الباب مفتوح دخل ما بصركش. طيب ما معانا، ما هو هذا معك؟ هو معي رسالة من البريد السريع، كنت ادخلها على بيت صفوان وبزحق الإجراه بخرج لي. صفوان مش موجود والتخليب ممنوعة، كما خرجت ناولها، ولا أقول لك كما جاء زوجها ناولته. كذا جاء دعم محكاها ناولت. هاجرها هذا زوجها. بو معك رسالة من البريد السريع أنا لزوجتك. زوجتي. مبرد السريع. طيب شكرا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. عباقل الأجرة حق التاكسي. هذه علينا. رحم والده. الله يحفظك. ما مش حاجة. هذه موجودة. يلا. مع السلامة. قل لي ما في مشبع هذا ذي يديك اللي دريني. قال لك ما بين أنا قصد الله على نفسي ولا أنا داري بحاجة. الله يرحم والدي. الله أكبر عليك الذي ولا منك فائدة. يلا مع السلامة. تمام. أنا الغلطان. أنا اللي وصلت. بالله عليك يا سر الجمال ما تزعجنا فوق المشكلة دي. صدقي يا أم عثمان. شنو يا أبو عثمان؟ انقطاع التيار الكهربائي ده يسبب مشكلة، ومشكلة عظيمة. أبو عثمان؟ هاي؟ أنا مش فاهمة كيف؟ يا زولة بالله عليك واحنا على الحالة دي طفي لصي حرام والله حرام. يا أبو عثمان. هاي؟ شوف لي عثمان وجيبه.
طيب يا زوله حاضر، انا بشوف عثمان فينه. لحظه دقيقه بالله، دقيقه بالله يا مغيث اغثنا. اي ما انا شايف حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما ناقص الا الباب ده. يا عثمان فينك يا ابني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فينك يا ابني؟ ده شكله عثمان. أتحقق من الموضوع. لا والله ده مرغني مع عثمان. يا عثمان يا ابني لو سمحت حدد مكانك كي تصلك المساعدة. يا عثمان. آي فينك يا ابني؟ خليك يا بابا أنا هنا. يا مغيث أغثنا. آي يا مغيث أغثنا. أقل شيء يا ابني ابتسم، ولع، نور، أحدد مكانك. أنت هنا. الله أكبر، وجدتك يا عثمان أيها المؤذي. لحظة دقيقة بالله جاي لك في الطريق. هنا أقف على عينك يا زون. أمك جوا قلقانة عليك. تعال معايا إلى أمك كي تغر عينها، وانا بروح اشوف الجار المؤذي ده صفوان يشوف حل الماطور بتاعه. شخص مزعج. انت تعلم معي القاعده لا يجوز الانتفاع بشيء يضر الاخرين. لا حول ولا قوه الا بالله. فهمت ولا ما فهمت؟ ما فهمت. ما فهمت بتفهم. يلا يا ابني، يلا يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. يا صفوان، يا صفوان، يا باشمهندس، يا باشمهندس، يا رب صل على النبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جارنا المؤذي، أكيد ما سامعني. أيوة ما سامعني بسبب الماطور المزعج ده. شنو الحل يا ربي؟ ايوه صح، نبلغ العم ناصر ان في العماره ماطور دخل بصفه غير شرعيه وغير رسميه سبب ازعاج للعماره. صح، يشوف له حل يتخذ معه الاجراءات القانونيه. والله فكره انت مفكر يا مرغني، والله عقلك ده مفكر. الله اكبر. الى العم ناصر، الى العم اوكامبو. ذلك فتح مع صفوان. من سببه؟ الماطور اللي اشتراه. ماله؟ بيزعج السوداني قال لك. خليه يزعج السوداني، أنا بندور ما ينقص عيشته. وبالنسبة لصفوان نخليه يفعل لنا لنبث البيت ولنبث الدرج، والسوداني لازم تخل عينها النوم. فهمت يا حضرة المفتش؟ ايوه. فالقصة في قصة ده الماطور ده بتاع صفوان يا اخي. والله ماطور مزعج، لا اقدر انام ولا حتى ام عثمان تنام ولا عثمان ينام ولا حتى سر الجمال ينام. يا اخي مزعج ده والله. يا اخي انت على فكره انت المزعج. انت هدره واحده عليا. وبعدين انت عارف في حاجه اكبر من الماطور هذا. يا ربي سترك. شنو هذه الحاجه؟ زوجة صفوان. تخيل بكم اشتريت ملاية مهند ونور. تخيل. لا حول ولا قوة الا بالله. مهند ونور ده يا اخي وجه الشؤم ده. اشتريت حقها الملاية. تخيل بكم؟ بكم يعني؟ 1000 ريال؟ ايش 1000 ريال؟ 1000 ريال يمني. 2000 ريال؟ يا اخي تخيل حاجة كبيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حضرة المفتش ملاية يعني ب 5000 ريال؟ بس مش اي ملاية، هذا ملاية مهند ونور. تخيل بكم؟ 5000 ريال؟ ايش من 5000؟ اشتريتها تخيل ب 5000 دولار. يا مغيث اغثنا. صلي على رسول الله. 5000 دولار؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله لو كانت اشترت بال 5000 دولار ده بطانيات وملايات الفقراء والمساكين كان افضل ليه؟ والله كان افضل. لكن يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. امين امين يا رب. وانت حارب عند الماطور. لا حول ولا قوة ما بش معك غير الماطور. وشوف شو ايش بيعملوا الناس. والله يا اخي حاجة تجنن دي. انا مستغرب هذا مهند ونور من يوم دخل عندنا البلد هذا. اعوذ بالله. ربنا يجيب اجلهم ان شاء الله. ان شاء الله ويخلصنا منهم. لا حول ولا قوة الا بالله. لك 5000 دولار.
أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك يا حضرة المفتش في المثل الغائب الدنيا معكوسة، اغرس بطاط تطلع كوسة. والله حلوة موزونة، بطاط وكوسة. وبعدين الزول ده سقط من عيني تماما، أصبح في الحضيض. بالله ما يقدر يوقف الحرمة عند حدها. غبي غبي. لو هو بس عمل مثل ما عملت انا ورجال. شنو سويت يا حضرة المفتش؟ قول لك ايش سويت. قول لي. بهررت وفتحت عيوني وقلت لها يلا روحي بيت ابوش. ها من هو هذا الذي بتتكلموا عنه؟ ها معقول عمي ناصر مش عارف؟ معقول يا عم ناصر ما تعرف ايش بيحصل عندك في العماره؟ ولا حصل عندي في العمارة شيء. غريب. الناطر حكى صفوة قال ما عاد نشغل الا عند ما تطفى الكهرباء فقط. بالله يا عم ناصر مش عارف؟ مش عارف ان العمارة دي بتاعتك دخلت التاريخ من اقبح ابوابه؟ غريبة، مع انه انت يا عم ناصر ما تتركش حاجة الا وتعرفها، تعرف حتى النملة فين راحت. قول له يا حضرة المفتش، قول له. اقول لك يا عم ناصر، تخيل مرت صفوان اشترت ملاية مهند ونور، تخيل بكم؟ تعال هي. الله يكبر الفايدة. يا عم ناصر اشترتها $5,000. ملاية $5,000؟ ها الظاهر ولدتها حمدي امس عشي في قرطاس. ايوه هي. انها ملاية من هذا الذي بنتفى به. يا عم ناصر مستعملة ما هي جديدة. والله انهم مبونين ما هكذا. مبونين. افتح والله ما لك علم بحاجة قال لك بيها. افتح باب المعتقل ده، افتح. تفضلوها. نقسم الحب نصين، نقسم الحب الله نكسر اليد نصين. يا عم ناصر كسرك يدي بالدرج حقك. اسمع يا حمدي، ليت هؤلاء من حيث ما تيتن كذا الصدوح من عند الشاه، قد نفسي امنعت الشاه من الصدوح بسبب هو المستعجلين قليلين الحياه. قليلين الحياه خلاص تمام. لا تخثى ولا تبرطم ولا تهنجم، الله يرحم لي والدك. لمن هن ومن ارسلهن؟ صابر قال ادهن لك بدل التلفزيون القديم. اطرحن بس انا معي تلفزيون وارث من ابي. ليش ما جاء معك يلك منه؟ هو قال كو سافر البلاد يدلوا شويه فلوس بوقعوا عرس تمام. وانا كركبوا لا انا ب1000 قرش. لا يا حبيبي انا شارك بها. قل لي يطلع فيه المهند ونور. خلك مهند ونور يطلع لك الجن بكلهم. باهظ. عبقي في نفسي حاجه بس. ما هي؟ حق المشوار انا افدي النخر. يلا مع السلامه. يلا هذا انا مش هدخل هؤلاء وننتبه لهؤلاء لما رجعنا. تأخرنا يابا تأخرنا. خذ البص وقفوا هي. خذ البص يلا ها. والله بعضها. اطلع. هي بسم الله. اطلع هي بنزرق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي بطلع شرق. اطلع. أنا عسل. ايش من كلام فاضي يا ابني هذا؟ عسل بصل عيب الكلام هذا ما يصلح. البنت واقفة بعد حالها وانت معنا يا عسل يا بصل. اطلع يا ابني عيب الكلام هذا. يا فندم منها وهي فاكرة نفسها نور مري على مهند يجرها. استغفر الله العظيم احنا والكلام هذا نور ولا غير نور ولا مهند ايش الكلام هذا؟ اطلع يا اخي. يا أخي امشي يا امشي اطلع مالك. امشي الله اكبر عليك. ايش من ادمي هذا؟ استغفر الله العظيم. والله انقد الواحد يخاف انه يطلع اولاده ولا اهله فوق الباص من هذا الكلام المسيء هذا. والله ان كلامك يابا صح 100%. ما رايك يابا بدل الجعجعه هذه والبهذله من بص لا باس، ليش ما نستاجر تاكس ها ويكون بالزناوير الدنا؟ ايوه يابا واحنا انت والسوداني وظيفتكم في مكان واحد بدون بزه تاكس لنا وله ونفترق الزلط احنا وياه نصين، ما رايك؟ والله ان كلامكم صح، فكره جميله. خلاص تمام. وبيني وبينكم قد نخلص من الباصات والسير الله عند الفرز والرجعه والوقف بين الشمس، انه كلامكم صح امانه. خلاص ان شاء الله. ما هكذا جعجعه. يا ابو مهند شلونك؟ علومك اخبارك ان شاء الله. ايه مبروك. وش سميتوها؟ يا سلام. صدق اني كنت متوقع. ايه قلت لو اكيد لو حصل بنت اكيد بيسميها نور.
الحمد لله جاءت توضعاتي سليمة. ايه هيا عندك يا باس. عندك يا حبيب، عندك. ايش انت الباس؟ اي يا هلا، تفضل يا زعيم، عقبال منا وخليل ان شاء الله. مشكور. ما هو الكلام هذا؟ أصبحت المسلسلات التركية تغزو كل بيت وكل إنسان. والله إن هذا كلام عجيب أمانة. والله كلامك صح يا فندم، إن الآن منتشر فرق عاطفي كبير في الناس. الرجال مهملين لزوجاتهم، ما يغازلها، ما يدغدغ مشاعرها بكلام حلو، يفاجئها بهدية رومانسية حلوة، يرطب أحاسيسها بكلام يعني مثل ما كان أول الزواج. والله إن كلامك صح، أن النسوان أصبحين في جفاف عاطفي. وعلى فكرة عاد باقي بعض النسوان لا يدلعن أزواجهن ولا يهتمن بهن ولا يدغدغن مشاعرهم، حتى أن الرجال يضطر إنه يصير يدور لي يتفرج مسلسل من أجل غض النفس اللي عنده. ما ركزتيش، مهند ما يزعل نور ولا يغثيها بكلمة. هذا الزوج الصح اللي يحب زوجته ويحترمها ويقدرها ويسامح حقنا هذول الأزواج. يا ساتر، من اليوم باكر، من الرازم العم ناصر. يا ابو غيث اغثنا. اهلا يا عم ناصر، والله شفتك رسلت لجنه احاديه الجانب. قد قلنا لك لكن ما اقول لك، قلنا لك ما تصلح العماده الا بحادث. قلت انت انت متخلف، انت مدري ما هو. فلتنا العماده بغير حراسه لمده 10 دقائق، طلع 7 كلاب للجباء تضاربين لو ما نكعين الدشات. للحين اتصلت للمهندس يجي يصلحن. فلن تشتي تشوف مهند ونور، يدك على 1000 ريال. لا حول ولا قوه الا بالله. يمينا بالله ما داير اشوف المشؤوم ده مهند ولا المشؤوم نور، ولا داير اشوفك اصلا بذاته. لا حول ولا قوه الا بالله. شلوا دمك. يدي الحاجدي هذاك وعدني. صدق بالله يا زول، لو كنت عارف ان التلفزيون ده بيريحنا منه كنت بشتري له تلفزيون على حسابي الخاص من زمان. لا انت يا سيد ادعيه. لا ابدا، انا كده مرتاح جدا جدا جدا، ويا ريت ما اشوفه ابدا. ربنا يجيب اجره. من هو؟ العم عقابه. قول امين. امين. يقول ليك بوابه عماره، بوابات معتقل ده. وانت الحاصل في راسك انت وابوك يا مغيث اغثنا. حول ولا قوه الا بالله. انا ابوك، انا دورك ما لقوك، انا ما دبصرك اللان. راقد جالس طالع راقد. ايوه قبل العشاء يجلس طول الليل سامر على التلفزيون، وبعدها يجلس راقد للعصر. راقد وفوق ما شبعته، قال لك راقد. انا اتسر، انا ابوك. اقول لك يا زول ابوي هيجي الان. اوف يا مغيث اغسل هاي مشكل صغير يطلع سبق فوق السيارة، كلهم دا يتقارعوا. ساعة أبوه يا مغيث أغثنا. آمين. أنا الجماعة القطبة. والله يا حضرة المفتش قضية الباصات دي والله أصبحت مزعجة جدا. تصدق يا حضرة المفتش أنت الشخص الوحيد اللي في العمارة أشكي له حالي ومشاكلي الداخلية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت لنا الوحيد. بالله عليك دائما تشكي أنت، وتشكي ايضا من عم ناصر وتقول انه لازم. انت بالنسبه لي اكبر رازم. بس انا قلت لك يا زول، قلت لك مشكله الباصات خلاص حليناها. ها اين عثمان؟ والله عثمان تحت نزل ينتظر التاكسي. انا عارف انه تنتظر التاكسي، بس عشان اثبت لك انه اصبح معنا تاكسي الحمد لله، واصبح ايانا الان مرتاحين بالتاكسي الحمد لله. وعلى قولك ما عاد خلاص ما عاد يسمعوش الالفاظ السيئه اللي فوق الباصات الحمد لله. والله بالضبط يا حضره المفتش، والله زي ما نحرص أن نؤكل ونلبس أولادنا حاجات نظيفة، لابد أن نحرص كذلك أن تكون عقولهم وأخلاقهم نظيفة. نعم، وباقي حاجة واحدة نحرص عليها. أرجوك أن لا تهدر فوق التاكسي علشان صاحب التاكسي ما يفرقنا ويروح. أيوة تكفي أنا أتحملك أنا. والله زباج يا حضرة المفتش. حياك الله. تفضل. أبصرت الفيديو كليب اللي جاء أمس الليل. هذاك فن يقدم لنا صح، أمان إنه يعزف على شرايين قلبك عزف، وعاد اليوم العشية حيجي فيلم من هانا على قناة ايش؟ على القناة الأجنبية، صدق والله. يلا نمشي. يا جماعة خركونا. اصبر الزول هذا تعبنا هدره. الحمد لله يا حضرة المفتش. تخلصنا من قضية الفاصات. الحمد لله أخيرا. يلا تفضلوا يلا. معنا تاكسي. بسم الله. الحمد لله. لا حد يفتح، لا حد يفتح، أنا أفتح لكم أنا. تفضلوا.
تفضل. لا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. لا وسهلا. بسم الله. بسم الله. 3 نفر تحملوا المشوار ها؟ سبحان الذي سخرنا هذا. سبحان الله. كده يا عثمان لو سمحت. عثمان لو سمحت. سحلبوا الرجلة كان عم النخرة. لو سمحت يا عثمان. عثمان حمدي شنو هذا يا حمدي؟ ابنك هذا هو دي شغل المسجل بنفسه وشغلها قناه هذا التلفزيون. ايش هذا الكلام يا حمدي؟ عيب عليك عيب. انت بدك تطلع على بطنك ولا بتسينم؟ انا دا اقصد الله مع المسينمه. ابصرت يا ابا السقف حق السيارة قدوم ولا نصحون اعظم من الجبا حق عمي ناصر ملندشها. يا مغيث اغثنا. حسبي الله ونعم الوكيل. ظهر الفساد في البر والبحر. مسكين عثمان بكر من الصبح يتبتى بحصة رقص على الريق. لا ما لكم اليوم عليا حلقات وصرابات. يا بابا شنو يا عثمان؟ ليه الرقاصة ما تغني؟ شنو؟ ليه الرقاصة ما تغني؟ شفتها يا حمدي؟ شفتها يا حمدي؟ دي القنوات الهابطة خربت الفطرة بتاعت الطفل. قول له جاوب عليه يا حمدي. يقول لك ليه الرقاصة ما تغني؟ ليه الرقاصة ما تغني؟ أبا صوت المرأة عورة قايمك الشعب كله. لا ما تغني لا قضي حاجتها والله. المطلوب منك يا عم ناصر توقيع بسيط على ذولي 2 ورق. الأولى تنازل عن 100,000 الذي علي حق السنة الأولى إيجار الشقة، والثانية عندك وفي ذمتك مبلغ وقدره نص ما استلمت من صابر حق مهر العروسة. يا لطيف منك يا سلطان، لا ما حبش تجيها رجل. التكم موجودة يا عم ناصر، بس هذا السند لحياة ولا لموت. اسمع يا سلطان، نسيت القاعة انشدوا ورحبوا بالضيوف، وانا بعيد الحين يشتسل عند النسوان، وبعدها ما يهمك الا نتم العرس، وما يهمك الا ما يطيب نفسك من عيني هذا والثاني. نعم خاطرك وكل علي خاطرك بعد العرس يا عم ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا حضرة المفتش؟ الله يدور في عمرك. خير؟ ايش حصل؟ مالك رجعت بدري عاد الان فكرت اصلي واجي عندك من القاعة. والله يا حضرة المفتش صليت مغرب ما حبيت ارجع القاعة. خير ليش؟ والله يا حضرة المفتش انصحك ما تروح. ليش ما اروح يا أستاذ؟ احسن ليك يا حضرة المفتش. ليش ما اروح؟ والله يا حضرة المفتش كان زمان العرس فيها الصلاة على النبي، فيها ذكر الله، اللهم صل وسلم عليه، زي ما يعملوا اولادك بالضبط البررة. الحمد لله. اما الان فحدث ولا حرج. ايش في ايش حصل؟ والله شخلعه ومخلعه وقلة ادب، حتى تصور المسلسلات التركية دي خربت عقول الامة. الشارع حق مهند ونور موجودة في العرس ده. لا حول ولا قوة الا بالله. خير ان شاء الله. والله يا مسلسلات تركية خربت العقول، خربت الامة. خير لا يا مغيث اغثنا بس. خير ان شاء الله. ذا الحين ملحوق ما به. الان تعال نتحرك انا وانت نحضر المحاضرة هذه، اسمع على محاضرة وصلينا عشاء ونرجع الزفة حتكون هنا، نحضر الزفة وما تقلقش. انا وصيت اولادي الاثنين قلت لهم يعملوا اناشيد ويعملوا صلوات تغسل القلب الواحد. مالك الا ان شاء الله ترتاح. بس انا مستغرب يا حضرة المفتش. ايش؟ انا مستغرب الى متى سنكون متطفلين على افكار مستوردة. انا مستغرب يا حضرة المفتش لماذا لا نصنع مستقبلنا بايدينا؟ خير افكارنا ثقافتنا. خير ان شاء الله. هدي اعصابك. انا مستغرب يا حضرة المفتش الى متى ما نعتمد على انفسنا في تعاملنا مع زوجاتنا واولادنا. يا استاذ خير ان شاء الله. ذا احنا نحضر المحاضره ونصلي عشاء وبعدها ربك يسهل. اقول لك انا مستغرب والله العظيم. يا اخي استغرب لو ما تشبعها. والله مستغرب يا حضرة المفتش. يا استاذ لا اقول لك والله مستغرب يا حضرة المفتش. لا حول ولا قوة الا بالله. صلي على رسول الله. يا زيد كل ابوك يوقع لي هذا الورق، هو عدني انني اجي اليوم. يا اخي ما بحدش داخل. كيف ما بحثوا؟ كلهم الذي في العمارة قالوا ان ابوك اليوم ما خرج من الصباح. صدقني اقول لك مش موجود داخل، ما بحد هو داخل. انا عاد بصير داخل. يا عم ناصر لا تكشف الباب، ما بحد هو داخل. يا عم ناصر، عم ناصر، يا عم ناصر.
ناصر، عمي ناصر فينه؟ فينه عمي ناصر؟ مين بدها؟ عمي ناصر. ولك يا مهند، ولك يا مهند، ولك في واحد عند الباب بده اياك جيب سر الله انا. مش مهند، ايش دي عمي ناصر؟ ولك مهند. عمي ناصر فين انت؟ ولك قطب. شو بدك؟ عم ناصر. مين هو هذا عمك ناصر؟ أنا اسمي مهند. ولك اسم الله على قامتك، ما شاء الله شو حلو ومصفي. يعني مش مصدق؟ أديلك البطاقة. يا عمي بسم الله. والله نتمنى يا حضرة المفتش أن تكون نزهة جميلة جدا جدا. إن شاء الله، أهم شيء تكون مرتاح. والله مرتاح بوجودكم. الحمد لله. والله العظيم. سبحان الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مستغرب يا حضرة المفتش، مستغرب جدا جدا جدا. دي أمة محمد ولا أمة مهند؟ يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. لا حول ولا قوة. هيا